أهلا وسهلا، مرحبا بكم في قناة الأخوات الثلاث مع وصفة جديدة حلوة سهلة اقتصادية. بيضة وحدة كتجي هشيشة كتذوب في الفم. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها. خليكم مع المقادير. هنا بالنسبة للمكونات اللي غادي نحتاجو، أول حاجة هنا غادي ناخد واحد الإناء اللي غادي نضيف ليه معلقة كبيرة ونص ديال الزبدة اللي كتكون بدرجة حرارة المطبخ. هنا غادي نضيف بيضة وحدة حتى هي كنكونوا خرجناها من قبل من الثلاجة. من بعد غادي نضيف كاس ديال العنبة، دائما العبر بكاس ديال العنبة ديال سنيدة، وهنا قبصة ديال الملحة لتصحيح الذوق. هنا غادي نضيفو ساشي ديال سكر زهرة البرتقال، راه كيتباع عند مولين الحوانت، مكتوبة فيه زهرة البرتقال. غادي نخلطوا هاد المكونات مزيان حتى كتذوب ديك الزبدة مع سنيدة وكينسجموا مع بعضهم. كنحاولوا نخلطوا مزيان. كنستمروا في الخلط. من بعد غادي نضيفوا كاس كبير ديال الزيت نباتيه، وغادي هنا نخلطوا غير بشويه حتى كنحصلوا على واحد الخليط كما كتشوفوا في الفيديو. هنا بعد ما خلطنا المكونات راه كيجي على هذا الشكل هذا. غادي ناخذ كاس ديال العنبه ديال دقيق الفرص او الدقيق الابيض، غادي نضيف ليه كيس ديال خميره ديال الحلوى، وغادي هنا نبقى نخلط مزيان ونبدا نستمر بالخلط ونضيف الدقيق غير بشويه تدريجيا. هنا هاد الحلوى خرجت لي 3 الكيسان ونص ديال الدقيق. دائما الدقيق على حسب الخليط، عينكم ميزانكم. صافي كنبقى مستمر بهذه الطريقه ونضيف دوك الكيسان اللي بقاو ليا ديال الدقيق ونخلط مزيان حتى كتجمع ليا العجينه. خليكم مع تتمه الفيديو حتى الاخر. هنا بعد ما جمعنا العجينه ديالنا كتجينا رطبه ولينه. هنا كتسهل علينا اننا نشكلو على شكل كويرات، ما كتهرش لينا. هنا بالنسبه فين غادي نفند هاد الكويرات غادي نحتاج 2 معالق كبار ديال الكوك مع 2 معالق كبار ديال السنيده اللي كنخلطوهم مع بعض بحال هكا. هنا غادي ناخد
العجين ديالنا. غادي نبدا نشكل كويرات. هنا الكويرات ما يكونوش كبار وصغار، كيكونوا متوسطين. كنحاول نشكلهم على شكل كويرات. هنا اللي شكلت كنحطها في سنيده والكوك. كنبقى مستمره بنفس الطريقه كما كتشوفوا في الفيديو. طريقه سهله. هنا كيسهل علينا اننا نشكلهم كويرات. صافي هنا غادي نفندهم غير من جهه واحده كما كتشوفوا، وغادي ناخذ واحد اللاطه اللي كتدخل الفران اللي كنكونوا دهناها بالزيت باش ما يلصقوش لينا. غادي نوزع فيها هاد القطع اللي عندي. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى كنكمل الكميه كلها. كيجيو على هاد الشكل هذا. من بعد هنا كتاخذ المرشم اللي بغيتي. انا عندي هذا، غادي نحاول بحال هذا نديرهم من الوسط بحال كما كتشوفوا في الفيديو. نفلحهم من الوسط. نتوما ديروا الطريقه اللي عجبكم، اي مرشم عندكم ديروه. هنا كيجيو بحال هكا. صافي غادي ندخلوهم للفران باش يتحمروا. هنا بعد ما تحمروا كيجيو هكا، كتجي فيهم ديك اللمعه ديال سنيده، كيجيو محمرين ومقرمشين. كنتمنى هاد الوصفه تنال الاعجاب ديالكم، وهذا هو الشكل النهائي. موعدنا مع وصفه جديده. الى اللقاء.